السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه ديال ريشبوند، الحلوه اللي عزيزه على كل شيء، محبوبه الجماهير كما تنقولوا ليها. حلوه تجي بنينه ورطبه هشيشه. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى النهايه، غادي نشوفوا فيه جميع المراحل. وإلا كنتوا اول مره كتصادفوا هذه القناه ما تنسوش ديروا فيها دوره ونشوفوا المحتوى ديالها. الا عجبكم اشتركوا فيها، فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديال الفيديوهات. غادي نحتاج في هذه الكميه اللي غادي ندير نص رابعه ديال المارغرين، يعني 125 غرام ديال المارغرين. غادي نديرها هنايا في واحد الهاشوار، غادي نقطعها طريفات صغار. بالنسبه ليا غنستعمل هاشوار هكا باش تسهل عليا انني نخدمها، وهكا باش نختصر الوقت. نقدروا نخدمها غير بيدينا عادي، غير هو ضروري اننا نخدموا المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم مزيان. هنايا غادي نزيد عليها كاس ديال سنيده. بالنسبه للكاس دائما كاس الشاي اولا كاس ديال العنبه. غنزيد عليها ساشي ديال سكر منكه اولا سكر الفاني، ونزيد عليها كاس ديال الزيت، وثلاثه ديال البيضات متوسطين يكونوا بحراره المطبخ، قبيصه ديال الملح هكا غير باش نصحوا الذوق. وغادي نخلط هادشي مزيان حتى كينسجم لينا مزيان وتنحسوا بديك السنيده راه دابت، والخليط يكون متجانس. ضروري من هذه المرحله اننا نخلطوا مزيان. الا استعملنا يدينا ضروري ندخلوا الزيت مزيان في الزبده باش ما تطلقش لينا الحلوه الزيت ملي تنكونوا تنشكلوها. هنايا تنخوي الخليط ديالي في زلافه اللي تيكون فيها واحد المبشور ديال البرتقاله ولا قشره ديال البرتقاله محكوكه. نحاولوا نحكوا غير ديك القشره الصفراء، ما نوصلوش للبيضه حتى تكون مره. من بعد هنايا غادي نزيد ساشي ديال الخميره الكيماويه اولا 8 غرام من الخميره الكيماويه، تنعاود نخلطها مزيان. وتنزيد هنايا 3 ديال المعالق ديال الكوك، معالق يكونوا كبار عامرين. بالنسبه لهذا الكوك تيعطيها واحد الهشاشه وتيعطيها واحد المذاق زوين ملي تيكون فيها في العجينه. من بعد هنا تنبدا نزيد الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق تتبقى على حسب النوعيه ديالو. بالنسبه لي هنايا انا عبرت 3 ديال الزلايف، والزلافه الثالثه تيبقى ليا فيها تقريبا واحد 3 ديال المعالق. المهم اننا نبقاو نضيفوا الدقيق غير بالتدريج. ضروري دوك جوج زلايف الاولين تدخلهم الحلوه، وتتبقى لينا الزلافه الثالثه تندخلوها غير شويه بشويه. اولا بالنسبه للعبار بالكيلو تنعبروا في الدقيق كيلو الا ربع. ديك نص كيلو الاولانيه تدخل لينا في العجينه كامله، ما تنخافوش منها انها تقصح لينا العجينه. وبالنسبه للرابعه ديال الدقيق اللي تتبقى تنبقاو نزيدوها شويه بشويه. المهم هو ان العجينه تكون غير مرخوفه، تتكون هي يلاه تتجمع تنقدروا نكوروها صافي. تنحبسوا من الدقيق. وهذه هي الكثافه ديال العجينه ديال من بعد ما تنكملوا ديال داك الدقيق. المهم ان العجينه تكون مرخوفه هكا باش تجي لنا الحلوه ديالنا هشيشه. صافي هنايا تندوزو تنشكلوها، تناخذوا واحد لاطه وتنشكلوا من العجينه كويرات صغار. بالنسبه للحجم ديالهم الا بغيتو ديروا ريشبوند حبه وحده تديروا شويه الكويره كبيره، الا بغيتو ديروها جوج حبات تديروهم متوسطين وتتبسطوهم شويه. صافي تنستمر هكا حتى تنعمر لاطه ديالي وتندخلها للفران. بالنسبه للفران انا تندخل على فران بارد، تنشعل من الفوق ومن التحت على 180 درجه، وتنخليها تندير لاطه لتحت. تنخليها حتى كتنشف مزيان وكتحمر ليا من التحت، عاد تنطلع اللاطه الفوق ديال الفران تاخذ غير شويه اللون الذهبي على الوجه ديالها. صافي تنخرجها، ما نفوتوش فيها الطياب هكا باش ما تجيناش ناشفه وقاصحه. هنايا من بعد ما تنخرجها من الفران كما شفتوا تاخذ غير اللون خفيف على الوجه ديالها، والتحت تكون راه طايبه ومحمره. تندوز هنا مباشره ما حد الحلوه تكون مازال دافيه. تناخذ كميه من الكونفيتير اللي تيكون سائل هكا وخاص بالحلويات. بالنسبه لي انا خديت هذا تيكون المذاق ديالو زوين وتيلصق. تناخذ منه كميه تنديرها في واحد الاناء، تنبدا نحط فيه ديك الحلوه. بالنسبه لي انا اختاريت نخدم غير حبه بحبه. تقدروا تخويو الحلوه كامله هكا تدوزوها في داك الكونفيتور وتتخليوها تشرب، عاد تبداو تخدموها تلصقوا وحده على وحده. انا اختاريت نخدم حبه بحبه هكا باش ما تغلبنيش. تناخذ دوك جوج الحبات تنغطسهم مزيان في الكونفيتور، تنخليهم واحد شويه تيتشربوا، تنهزهم تنلصقوا مع بعضياتهم، تنحطهم في الكوك.
بالنسبه لي انا ما ضفت حتى اضافات على الكونفيتير، خليته هو هكاك بارد. الحلوه اللي تتكون سخونه هكا باش تتشربوا، ما تضيفوا حتى اضافات على الكونفيتير. كاين اللي تيدير مزهر ولكن من بعد تكتشف بان الحلوه ديالو تتغمر، ما تتبقاش عنده مده طويله. اصلا الحلوه ديالنا نسمناها بالفاني ونسمناها بقشور ديال الليمون، يعني ما كاينلاش الماء ديال الزهر، ما تيزيد فيها حتى حاجه، غير خليوها تشرب مزيان داك الكونفيتير. تنهز هنايا الاناء اللي تيكون فيه الكوك، تنحاول ندورو مزيان هكا باش تتلبس ليا الحلوه بالكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، الحلوه ديال ريشبوند اللي عزيزه على الكبير والصغير. حلوه تتجي هشيشه بنينه ورائعه، ما يمكنش تخطى شي مائده مغربيه. نتمنى انها تعجبكم وتعجبكم طريقتي فيها، ونتمنى انكم تجربوها، واكيده انها غادي تنجح معكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، تنديروها في واحد السوبيره اللي تكون تتسد مزيان، وتنديروها في الثلاجه، راه تتبقى لينا مده طويله، ما تخافوش منها، راه ما تتغمل ما تتصوف، بحيث ما درنا حتى اضافات في هذا في الكونفيتير، ما درنا فيه حتى سوائل. الا وصلتوا معايا حتى لهنا في الفيديو، خليوا لي لايك وتعليق على الفيديو. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا فيها الا عجبكم المحتوى ديالها. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.